وروقان وسعادة وكل سنة وانت طيب. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هتكلم في فيديو مهم جدا جدا جدا. لو فاتك الفيديو ده اعرف بجد ان انت فاتك حاجة مهمة. هتكلم عن الناس اللي بتعاني من تفكير مفرط. ده عمرك شفت حد قبل كده دماغه بتوديه وبتجيبه؟ دايما بيفكر دايما بيفكر دايما وبيفكر بأفكار سلبية وكده، وتيجي تقعد معاه يقول لك انا حاسس ان انا مخنوق، مش عارف ليه، حاسس ان كأن في حاجة هنا. انا اتكلم عن الناس دولا وازاي ان انت تتخلص من التفكير المفرط ده ويبقى مشاعرك فيها سعادة وروقان. بس ما تنساش تشترك في قناتي، لان انت بجد لو انت ما اشتركتش هيفوتك حاجات مهمة جدا. انت هتتعلم هنا ازاي تكون سعيد، ازاي تكون واثق من نفسك، ازاي تكون حياتك اجمل، زائد الفلوجات الجميلة اللي انا بعملها. وفي نهاية الفيديو ده أنا هديلك تمرين وتحدي إن أي حد بيعاني من أي مشاعر مؤلمة أو من أي تفكير مفرط، إنه لو جرب الحاجات اللي في التمرين دي إن حياته كلها تتغير وهيتخلص من التفكير السلبي المفرط. يلا بينا يلا بينا. أغلب الناس تيجي تقعد معاه تلاقيه شايل هم الدنيا، تقول له مالك؟ يقول لك يا عم انا عمال افكر في بكره، عمال افكر في امبارح، انا عندي تفكير، انا دماغي دي هتفرتكني من كتر التفكير. ويجي يقول لك ايه، انا مخنوق، انا حاسس ان كأن في حاجه هنا طابقه على نفسي. الناس دي بتعاني من حاجه اسمها التفكير المفرط. عشان اوضح لك الحكايه، لو انت عندك جهاز في البيت، الجهاز دوت وليكن زي تلاجة او زي غسالة او اي حاجة او ديب فريزر، وانت مشغله على طول الوقت، طبيعي ان الجهاز ده يبوظ، صح؟ طب فما بالك انت دماغك بقى اللي انت مشغلها طول الوقت؟ طب ازاي ان انا اتخلص من التفكير المفرط؟ على فكرة حرفيا الناس اللي بتعيش التفكير المفرط دي هي اللي بتعيش العذاب والألم في الحياة، خصوصا لو كان تفكيرها تفكير سلبي. الحل للموضوع ده هي ان الانسان يعيش في الآن. يعني ايه يعيش في الآن؟ انا دلوقتي مثلا بكلمك اهو، تمام؟ انا كعبد العزيز مفيش اي حاجه في دماغي خالص غير ان انا بكلمك وبركز في الكلام اللي طالع مني. مثلا رحت اكل، انا مركزش غير في الاكل اللي انا بعمله بس. طب رحت مثلا العب رياضه، انا مركزش غير في الحاجه اللي انا بعملها بس في الرياضه. طب خرجت، طب اتفسحت، ما بركزش غير في الحاجه اللي انا بعملها. بنسميه احنا في علم النفس الحضور، ان انت بتكون حاضر. لان اغلب الناس على فكرة مغيبة، تبقى قاعد مع حد اصلا تكلمه تلاقيه سرحان في عالم تاني. ويا ريت بيسرحوا في حاجات تفرحهم لا، ده بيسرحوا في حاجات تحزنهم وتكئبهم. فالحل ايه؟ الحل اللي انت تدرب عقلك وتدرب نفسك اللي انت تكون حاضر في الآن. لأن أي حاجة انت بتفكر فيها في الماضي او في المستقبل دي حاجة مش هتديلك طاقة، بتاخد الطاقة منك وبتاخد سلامك. اه، انا ابقى طموح واعمل لمستقبلي بس باللي في ايديا واكون عايش في الان. الان هو الزمان والمكان. عشان كده ده السر. الناس اللي بتلعب رياضة أو بتعمل أي مجهود بدني بتحس بسعادة وبراحة، ليه؟ لأن هي بتبقى حاضرة في التمرين وهي بتعمل ده. أو الناس اللي بتمشي أو كده. فأنت درب عقلك إن أنت تكون حاضر، مش إن أنت تنقاد للتفكير. تاني حاجة بقى، وده التمرين والتحدي بقى اللي أنا هعلمهولك، هو إن أنت تركز أو تعمل مديتيشن. المديتيشن هو من الحاجات القوية جدا 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 اللي بتقطع سيل الأفكار. مديتيشن يعني التأمل، ده بيخليك حاضر ومركز وعقلك واعي ومصحصح كده. لو انت مثلا عندك تفكير مفرط دلوقتي، وليكن انت عندك تفكير في حاجة سلبية مش قادر تتخلص منها، انت ممكن تغمض عينيك وتعمل التمرين انا هقولك دلوقتي، وتحدي ان انت هتحس في نهاية التمرين بسعادة بتغمرك وبتغمر مشاعرك وبتغمر جسمك، وان انت تفكيرك كله اتغير. انت ممكن في التمرين ده
تاخد كذا نفس عميق. ليه؟ الأنفاس العميقة هي علميا بتحول ذبذبات مخك من من التفكير المفرط اللي هو بيبقى فيه عند الألفا للبيتا والجاما، لذبذبات اللي بيكون فيها ريلاكسيشن، واللي بيكون فيها الراحة النفسية، واللي بيطلع منها الإبداع. عارفين الناس المبدعين؟ لقوا ان الناس المبدعين والإبداع اللي بيعملوه دوت بيبقى أساسه كله من ذبذبات المخ اللي بيكون في ألفا، اللي بيكون في بيتا وجاما، اللي هما بيكونوا في حالة ريلاكسيشن. فالتنفس بيوصلك لحالة الريلاكسيشن دي، واللي انت بتبقى حاضر الآن. اعمل التمرين ده وتحدي ان انت هتعيش في دلوقتي، وهتلغي التفكير المفرط السلبي، واي مشاعر مؤلمة هتنتهي. انت ممكن تاخد نفس عميق كده في 6 عدات، وتخلي النفس ده موجود جوه، تمام، 5 عدات، وتطلعه في 8 عدات. وتكرر الحكاية دي 10 مرات أو 12 مرة. وفي كل مرة وانت بتاخد التنفس ده أو بتاخد النفس ده، انت بتركز على تنفسك بس. بتركز على تنفسك والهواء وهو داخل الرئتين، وإن الهواء بيدخل في الرئتين والقفص الصدري بتاعك، وبطنك بتمتلئ. مع التركيز ده، مع التنفس ده، انت بتفصل عقلك زي بالظبط ما بتفصل الفيشة بتاعت التلاجة. اما تعمل ده 10 مرات، 12 مرة، عدد كتيرة براحتك، هتحس بعدها ان انت هادي، مسترخي، ريلاكسيشن، مودك حلو، لان انت فصلت الفيشة وبقيت حاضر في الآن. وانت لما تكون حاضر في الآن، انت اقوى انسان موجود على الارض. لان الناس دايما بتفكر في الماضي بمشاعر مؤلمة، او في المستقبل بمشاعر خوف وألم وكده. اعمل التمرين ده وشوف الحلقة دي اكتر من مرة، لان انت مع كل مرة هتشوفها هتحس ان في حاجة فيك بتنور، هتحس ان في حاجة فيك كأن انت في حاجة كانت تايهة جواك ورجعت لك. وما تنساش تتابعني، ولان اللي جاي بجد حلقات قوية جدا جدا جدا. وانت لو فاتك الحلقات دي او فاتك متابعتي، صدقني هيفوتك رزق كتير قوي. بتمنى لك كل السعادة والافكار الجميلة، و إن حياتك بجد تكون مليانة وفرة ومسرات ونعم. كل سنة وانت طيب. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.